السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم يا جماعة، وفيديو جديد وحلقة جديدة من أخبار وكواليس النادي الأهلي والكرة المصرية. وفيديو اليوم بعنوان حنفي خلاص تنزل المرة دي. ما تنسوش أول حاجة بنبدأ بيها الفيديو بتاعنا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما تنساش اللايك والشير علشان معلومة توصل لغيرك بإذن الله. حنفي خلاص تنزل المرة دي هو عنوان فيديو اليوم. اجتماع اليوم ولسه ما تمش لحد الآن ما بين الكابتن حسين لبيب والأستاذ أحمد دياب رئيس رابطة الأندية للنظر في بعض الأمور وحل بعض الأمور ووجود مخرج لقرار الانسحاب من مباراة القمة بين النادي الأهلي ونادي الزمالك، ولكن اجتماع بعنوان الفشل ولا نتيجة إيجابية، لأن كان رد رابطة الأندية كان رد حاسم على نادي الزمالك إن أنت ما عندكش مباريات تقدر أو عدد مباريات تقدر تطلب بيها إن أنت ما تلعبش غير لما النادي الاهلي خلص مباراته. يعني يا جماعه المباريات الفرق بين النادي الاهلي ونادي الزمالك مباراتين اتنين، واحده مودرن فيوتشر والتانيه نادي الزمالك اللي هي المباراه اللي هتتلعب، يعني اصبحت مباراه واحده بعد لعب مباراه القمه. ورابطه الانديه قالت لنادي الزمالك احنا ملناش دعوه تنسحب، ده قرارك، لكن احنا ما نقدرش ومفيش الكلام اللي انت بتقوله ده. وخصوصا ان الاجنده الدوليه كان الكل في توقف، ومباريات افريقيا كان النادي الاهلي ونادي الزمالك لعبوا 14 مباراه ونادي بيراميدز 8 مباريات، والكل كان بياخد تاجيلاته، ومفيش اي حاجه تخلينا نقدر نوافق على طلب نادي الزمالك. عايز تتسحب يا كابتن حسين وتاخد كاس الكرامه انت كمان وتقلد المجلس السابق اللي كان قبلك، اعمل وخد كاس الكرامه واتسحب وما تروحش تلعب المباراه. واحنا بنشيد بالحاجات اللي انت بتعملها يا كابتن حسين، ولكن اداره نادي الزمالك حنفي هتلعب المباراه. حد تاني هيقول لي الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك اللي ما خلاش ولا قناه الا لما كان ليه مداخله هاتفيه ان احنا مش هنلعب المباراه، وما زلنا مصرين على طلباتنا، وما زلنا عند موقفنا. وانا بقول لك زي ما قلت في فيديو امبارح واول امبارح ان انت حنفي هتلعب المباراه غصب عنك. اجتماع اليوم ملوش اي لازمه، ولكن ان شاء الله هقول لحضراتكم كواليس الاجتماع لما الاجتماع يتم ويخلص، ولكن هو اليوم. ولكن دلوقتي بناء عليه كابتن محمود الخطيب من اول امبارح اكد على مارسيل كولر وقال له انا عايزك تركز علشان المباراه هتتلعب بناء على كلام المسؤولين ومسؤولين الدوله والرياضيين داخل الدوله للكابتن محمود الخطيب، والاصول والحقائق اللي بتقول كده وبتاكد على كده. كابتن محمود الخطيب اكد على مارسيل كولر ان احنا كلنا وراك وعايزينك تستمر وجهز نفسك لمباراه القمه علشان نفضل في منافسه بطوله الدوري العام. وحجه البليد مسح السبوره، حجه نادي الزمالك اليوم هي هتكون ايه يا جماعه؟ هتكون كالتالي: نادي الزمالك هيقول جوميز واللاعبين لاعبين نادي الزمالك قالوا ما ينفعش ان احنا ما نلعبش المباراه قصاد نادي الاهلي، وخصوصا ان احنا قادرين على مكسب النادي الاهلي. ودي هتكون الحجه والمخرج للكابتن حسين لبيب واداره نادي الزمالك. اتمنى ان هم ما يتسرعوش تاني في قرارات بياخدوها، واتمنى ان الكابتن حسين لبيب ما يحاولش يقلد المجلس السابق اللي كان قبله. كده مفيش فرق بينك وبين المجلس السابق لنادي الزمالك. واتمنى ان انت ما تجيش في يوم من الايام تدور على كاس وبطوله الكرامه بطوله جديده. استنونا ان شاء الله في فيديو جديد وحلقه جديده من كواليس واخبار الكره المصريه والنادي الاهلي اولا. وان شاء الله هطلع مع حضراتكم اكيد النهارده علشان اقول لكم تفاصيل الاجتماع باذن الله لما توصلنا التفاصيل. وحنفي خلاص تنزل المره دي، وكل عام وحضراتكم بخير. ما تنساش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.